السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا لاباس وفي صحه جيده. اليوم ان شاء الله باش نعملوا مع بعضنا كفتة سردينه بطريقه سهله ومبسطه. ان شاء الله باش نعطيكم كل اسرار نجاحها. قبل ما نبدو في الفيديو ما تنسوش باش تدعموني في القناه، تضغطوا على زر الجرس الصابونيه وتعملوا لايك. اول حاجه نبدو بها ناحيه الراس، باش نحلوا الكعبه كما هكا. باش نحو السلسول ساهل برشا، نجبدوه بسهوله. بسم الله. الكعبات الكل بنفس الطريقة. الكفتة هذه سهلة واقتصادية. توا نتفقد الكعبات الكل، إذا كان فيهم شوك نحوه هكا. شوفوهم، نجموا نستعينوا بالمقص. صبوا في الهشوار كعبات السردينة، نضيفوا معاهم بسم الله. باش نضيفوا السبناخ اختياري كما البصل والثوم، خبز مرحي، زوز ملاعق كبار. نجموا الخبز تعوضوه باي حاجه اخرى او الملح مانيش باش نضيف خبز. تو نحط لكم الرابط نتاع في صندوق الوصف. باش نحط شويه كركم، شويه فلفل، شويه تابل كرويه. توا باش نرحوها. وتوا باش نضيف المعدنوس، ما نحوش برشا المعدنوس. توا نحط الخليط بعد ما رحيته. وتوا باش نضيف كعبه عظم. توا باليديا بشويه ماء، وناخذ الخليط ندور هكا، وبعد نفتحهم شويه بالكف متاعي. كعبات باش نحطهم في الفرينه، نرفضوهم هكا من الفرينه. حطوا الزيت يسخن، نجموا تطيبوهم في الفور. نجموا تتخلوا على العظم. بسم الله. تو باش نحطوا الكعبات بسم الله في الزيت، تحمر الكعبه وندورها على الوجه الاخر. هذا فيديو اليوم كيف السردينه بمكونات سهله، زينتها بشويه قارص وطماطم شويه معدنوس. تنجموا الوصفه هذه تطيبوها في الفور. في عود الشابليو، في عود الخبزه الملحيه، تنجموا تعملوا سميد الرطب او سميد الجويد. الوصفه هذه تجي في الكسكاس كيف ان شاء الله تنشوفها في فيديو قادم مع بعضنا. شوفوا الكعبه ما شاء الله من داخل كيف طيبه في حقها. نودكم ومن شهيكم الطعمه بنينه برشا. نتمنى تجربوها وتحطوا لي تعليقاتكم. ان شاء الله في فيديو قادم ووصفة جديدة، وبسلامة وفي امان الله.